فريق وذكريات الزمن الجميل. الغريب وقت اللي نزلت أسمائهم من يومين اجاني تعليقات انه شو عملوا. هلا هن ما حققوا بطولات يعني مثل ما الاخ بده يعني، بس قياسا لهالكرة اللي عم نشوفها هلا يعني يعتبروا ابطال. بس رح اقول لك شو عملوا بكأس العالم للشباب بال91. ما بعرف اذا انت كنت ولدان ولا لسه مو ولدان. نجحوا بالعبور للدور الربع النهائي. كأس العالم للشباب، كأس العالم مو كأس آسيا. بعد ما أخذوا المركز الثاني تعادلوا مع أسبانيا، فزنا على الأورغواي وتعادلنا 3-3 مع إنجلترا، مو مع لبنان ولا مع غواتام ولا مع فيتنام، مع احترامي لكل الأفرقة يعني، هو مثال مو استنقاص من أي أحد يعني، كل الأفرقة على راسي وكل ناس بيحبوا فريق وطنهم. فهدلول النجوم اللي نحن ذكرناهم كنت وقت تقعد تتفرج مبسوط، حتى لو خسرت مبسوط، في أداء، في نتيجة، في نجوم عم تلعب من قلبها، في رجال بالملعب. شو في رجال، مو أراجيل وبناطيل سالتة. هدول ما بيجيبوا نتائج. جماعة اللي قالبين الطوائي لورا وباخش دانو من هون ورايح على الملعب، هذا رايح يتبروز، مو رايح يلعب ليجيب نتيجة. هاي الزلم اللي عديت لك اياهم الفيديو الماضي، زلم قلت لك شو عملوا. خسرنا مع استراليا بضربات الجزاء 5-4 وتأهلت استراليا ضربات الجزاء. فاليوم يعني كان بطل المجموعة اسبانيا، سوريا الثاني، انجلترا الثالث، الاورغواي الرابع. سمعان الاسماء اللي عم تسألني انت شو عملوا؟ مباراتنا اللي ربحناها على موريتانيا، للأمانة بلحظة من اللحظات المباراة راحت بعد ما صارت 2-1. راحت مباراة، الفريق ضاع على الخالص. الموريتانيين ابتدوا يخطروا بشكل غريب. أنقذ كرة الموسى، لو دخلت كانت صارت 3-1، انتهت المباراة نفسيا. طبعا كرة القدم ما بتنتهي للصفارة، بس نحن عم نحكي على اللي كان عم بيصير بالمباراة. معقولة بعد ما سجلنا الهدف الأول استسلمنا للفريق الموريتاني تماما؟ سيطروا علينا سيطرة سرعة، كل شيء مساحة. نحن لك بالشوط الأول للأمانة اللاعب مو عرفان ياخد مكان بالملعب، ما في تمريرة صحيحة، ما بتطمئن إلا وقت اللي بتجي الكرة على رجل الريحانية، بتعرف إنه هذا اللاعب ممكن يوقف على الكرة، ممكن يرفع راسه، يعني بدايات كرة القدم ممكن يسلم صح. أما الباقي بتجي عليه الكرة ما بيعرف شلون بده يخلص منها يعني. رجعوا 4-5 كرات للموسى يحرجوه بالكرة، يعني براس يلحقها بآخر نفس يشوطها، يا تطلع على التماس يا طيب شتتها انت، ليش عم ترجع لحارس المرمى؟ لا بدي اتسبب بجول. فتنا على الشوط الثاني. هلا اللاعب هوزان عثمان يعني ما بين معه للكوتش تامر حسن انه اللاعب هذا افضل لاعب بال11 لاعب اللي موجودين مع الريحانيه. ما بدنا نحكي على المردكيان وعلى العجان، هدول لاعبين كبار اصحاب خبره، عم نحكي على اللعيبه اللي موجوده من الثانيين. قدرتوا انتم كمشاهدين تحفظوا اسم لاعب منهم؟ كيف بينحفظ اسم اللاعب؟ من كتر المعلق ما بيقوله وهو بينجم اللاعب بصير نعرف. اما لعيبتنا ما فيك، مع انه كان المعلق عم يقول الاسماء بالسريانيه كل اسم غير. فنحن هوزان عثمان لاعب يعني دائما بنقول بتنزل بالتشكيل الاساسي، بتاخذ المباراه وغير التبديلات اللي بدك اياها. كل مباراه حاطه على الدكه، يعني هلا هو ما في غير احتمال، يا انت مدرب مانك عرفان تقرا الفريق، يا اما انت عم تتعمد تنزله بالشوط الثاني انه نازل رتم المباراه، الفريقين في تعب، عم يفوت هو على فرق سرعاته
لاعب بسم الله ما شاء الله، يعني لاعب اوروبي، مواصفات لاعب اوروبي مو لمواصفات اللاعب السوري، يعني سرعه، مراوغه، قراءه صحيحه، انتشار، يعني بتلاقيه بالمكان اللي هيك انت مشتهي تلاقيه، بتلاقيه موجود، يعني ليستلم او ليسلم. فانا كنت عم بتناقش انا واحد قال لي احتمال الكابتن عم يتركه يفوته بالشوط الثاني هيك، بس نحن كلياتنا بنعرف انه اللعيبه الاساسيه بتدخل من بدايه المباراه، لانه احتمال يسجل هدف بالمباراه بالشوط الاول وينهي المباراه، يعني تخلص المباراه على 1-0. طيب انت لو اكلت الثالث بعد الهدف الثاني لموريتانيا ونزلته لهوزان عثمان، شو استفدت منه؟ ما قدر يعمل شيء بنفسيات لعيبه منتهيه بعد 3-1. فدائما معروف اللعيبه الاساسيه هي بتنزل من بدايه المباراه. هوزان عثمان، محمد ريحانيه، لاعبين يستحقوا لبس تيشيرت المنتخب، اما الباقي مع احترامي للجميع يعني يعتبروا لاعبين هواة. ما بعرف، ما عم بتقصد اي حدا منهم ولا شيء، عم بحكي انا اللي كنت انا عم بتفرج على المباراه من الدقيقه الاولى لصفر الحكم. يعني حتى خط الدفاع تبعنا، يعني مدافع انت الطابه قبل ما تطج ببعدها، ليش تتركها تدق بالارض وتجي قدام المهاجم ويسبقك عليها ويسجل جول؟ جول من لا شيء، كرة بتنلعب له من قلب الدفاع او من الباقي اليمين لداخل ال 16 تبعنا ومناكلها جول. شو هالسهولة هي؟ على العموم يا صديقي، خلينا نشوف الربع قدام السودان. الكرة الأفريقية قوية كاملة مكملة. ما بدي أحكي لك على الصف الأول، يعني المغرب، مصر، كونتيفوار، الكاميرون، ساحل العاج، لا لا لا، بدي أحكي لك عن الدول. السودان، ليبيا، موريتانيا، شفتوا أنتم فريق اللي تحت 23، باقي كل دول أفريقيا، غانا، كله قوي. فيعني الفريق السوداني وشفتوا نتائجه بالبطولة العربية، بنتمنى تفرحوا الجمهور، ما بنحكي غير شيء. اما يعني انه بعد هاي المباراة يرتفع سقف اي شيء بالنسبة لنا تحققوه صعب. الجمهور كله على فكرة من نفس حالتي، يعني ما في مجال، لانه السكوت كتير اشرف من الجواب. خلينا متحفظين لبعد الدورة، نتمنى انهم يفوزوا. وهن كشباب والله للأمانة، الواحد هلا نحن بحكم كلاعبين كرة قدم قدامى، يعني بتلعب انت 90 دقيقة، إذا خسرت بينكسر بخاطرك. اللعيبة بتطلع عليك عليهم، بتطلع عليهم هيك بالمشالح، كل واحد هذا اللي عم يجلع جراباته بطريقة كذا، هذا اللي عم يزت الكسارة لهنيك. يعني بعد تعب 90 دقيقة طلعت انت خسران. الفريق الثاني بتطلع على الملعب هيك بتلاقي عم ينط وعم يفرح وجمهوره فرحان وجمهورك ناس عم تبكي وناس زعلانة. فبنتمنى ما يضيع تعبكم، بدها شوية تركيز، بحترم الخصم، بشوف الخصم، بشوف المباريات اللي لعبهم من بداية الدورة، نقاط الضعف، نقاط القوة. يعني هاللاعب اللي عندهم البارز بعمل عليه رقابة لصيقة. صدقني اغلب امبارح لو كان في رقابة لصيقة على هوزان عثمان والمدرب الثاني الموريتاني قاري فريق سوريا صح، ما كان قدر يسجل ولا كنا ربحنا. فاليوم لاعب هو مفتاح الفوز بأي فريق. فبنتمنى يعني انه تقروا السودان صح مشان تكون النتيجة صح.